برج العذراء طبعا بيلقطها كده كده، بيقرا. بصوا بس برج العذراء ما بيبينش خالص انه فاهم. يعني مش عشان انا ذكي فهتباهى ان انا ذكي، لا بالعكس، انا احسن حد يعمل غبي، يعمل مش فاهم. وده ذكاء. يعني برج العذراء ذكائه بيخليه لما يفهم حاجة يسيب اللي قدامه يجيب اخره. يعني يبقى عارف انك بتكذب ويسيبك تجيب اخرك. هو عامل بقى في دماغه بلان، هيعرف في الاخر يعمل معاك ايه، او ياخدك على قد عقلك. ايه ده بجد والله، وهكذا. ف ذكاء، بيستخدم ذكائه بشكل رهيب. بيعرف ازاي يتصرف في المواقف. يعني بيعرف الموقف ده انا لما اكشف فلان هل ده التصرف الصح، ولا اخده على قد عقله واحكي معاه بعدين، اتكلم معاه بعدين بعد الموقف ما يخلص. بيقدر يقرا المواقف صح. يعني بيقدر يستنتج من تصرفاتك ومن ردود افعالك ومن كلامك هو المفروض يتصرف ازاي في الموقف ده. فده ذكاء مش طبيعي، ذكاء في التعامل. برج العذراء عنده ذكاء في التعامل بالرغم من انه دبش في اوقات كتير جدا. يعني في اوقات تانية ممكن تبقى مثلا هو فاهم، يعني هو فاهم اللي قدامه بس دبش في وشه. يعني بيبقى فاهم ان انت دلوقتي لازم تسمع الكلام زي ما هو من غير زواق. انت عملت حاجة غلط، لا انت عملت حاجة غلط، انت عكيت الدنيا، انت زفت، انت بتتصرف غلط، انت فتلاقيه بيديك في وشك. انت بتشوفه دبش وبتشوفه كلام قاسي او كلام صعب او كده، بس في الحقيقة هو بيبقى عارف ان ده او الوقت ده انت لازم تاخد الكلام في وشك كده زي ما هو. وفي اوقات تانية بتفلت منه. يعني في اوقات تانية هو بيبقى شخصيته هي اللي بتتحكم قوي. هو اساسا بطبعه ناقد. يعني العذراء برج ناقد قوي. يعني في فرق بين ال النقد والانتقاد. العذراء بيعمل الاتنين. يعني هو بينقد ده لما بيبقى عايز يصلح حاجه، وبينتقد لما تكون الحاجه مش عاجباه. يعني في الحالتين هو بيديك دبش، بيديك في وشك. في ناس تانية ممكن تجمل. يعني الميزان مثلا ممكن يقول لك الحاجه الوحشه بس بطريقه شيك لطيفه. العذراء هيديلك في وشك زي ما هي، مش هيجمل، مش هيجامل، مش هيقول اي حاجه حلوه. زفت انت زفت. فهتلاقيه بيديها لك كده في وشك. فدي المشكله اللي عند برج العذراء. مع ان هو بقى ذكي ولماح، بس بيجي عند الحته دي وما بيعرفش يكنترول. ما بيعرفش امتى يديها لك في وشك وامتى يديها لك على خفيف كده او هو بيطبطب عليك. يعني انت خرا بس معلش، انت زفت بس هتعدي. لا هو ما بيعرفش يعمل كده. انت زفت فانت زفت. فهي دي الحته اللي بتفلت شويه في الذكاء في التعامل مع برج من برج العذراء. لو اتظبطت الدنيا هتبقى جميله.